السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اول مره اعمل الدونس في الفرن طلعت روعه وتحفه. طول عمري بعمله بحمره في الزيت. قلت اجرب المره دي اعمله في الفرن، طلع في منتهى الجمال. ما خدش معايا في الفرن 10 12 دقيقه، وحمر فوق وتحت وبدون شوايه. وزي ما انتم شايفين كده طلع رائع رائع رائع. طبعا التزويق ده على حسب رغبتكم انتوا، على حسب ذوقكم. انا الموجود عندي زوقت بيه وكده، وطلع تحفه. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. بسم الله والصلاه على رسول. نبدا. انا عندي كوبايتين دقيق جميع استخدامات. عندي ربع كوبايه لبن دافيه، عندي ربع كوبايه ميه دافيه، معلقه سكر، معلقه خميره فوريه. طبعا عندي بيضه ومعلقتين زبده عفوا. بقلب الحاجات دي كلها مع بعضها كده لحد ما السكر كده يدوب والخميره. تقليبه حلوه كده. هستخدم اول كوبايه دقيق بس فقط لا غير في الاول، واقلبهم كده مع بعض. كده تمام. كده انا هغطيهم كده. ممكن نغطي بفوطه، بستريش، باي حاجه، اي قماشه. كده كده الجو حر يعني مش هياخد وقت معانا. وكده اختمرت، خدت معايا ربع ساعه لان الجو حر جدا. بنزل بالبيضه فانيليا. هكتب لكم المكونات دي تحت الفيديو. وهنزل طبعا رشه ملح. وهنزل الكوبايه دقيق الباقيه شويه شويه، علشان طبعا انتوا عارفين مش كل دقيق زي بعضه. كل دقيق على حسب استخدامه كده، وعلى حسب ما يقبل معانا. فانا عشان كده بستخدم الدقيق شويه شويه لحد ما تكون معانا عجينه. هكمل عجن بايدي كده. كده لسه محتاج تاني كمان معلقتين دقيق. كده نقول خدنا كوبايتين دقيق كاملين. لا زياده ولا نقصان. كده انا هدهن الرخامه كده على سطح العمل كده، واكمل عجن كده بدقيقه كده، 7 دقايق كده عجن. واحط معلقتين الزبده اللي معايا او السمنه او اي اللي موجود عندك. وهكمل عجن بمعلقتين الزبده كده لحد ما تتجانس معانا مع العجينه. العجينه بقت تحفه. كده خدت حقها كده. بدهن نفس البوله اللي انا عجنت فيها، بدهنها زيت كده، واحط العجينه لحد ما تختمر معانا. واغطيها برضو بالسريش او فوطه او اي حاجه. ولو سبناها كده هتخمر معانا برضو لان الجو حر جدا. وكده خدت معايا ربع ساعه تاني كده. هخرج الهواء كده من العجينه. هدهن كده سطح العمل كده الزيت كده. وهنزل بالعجينه بتاعتي كده وافردها. الدونس ده من الحلويات المحببه، خفيفه وجميله. بفردها كده بالنشابه بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده. هجيب قطعة الدونس كده، واقطع الدونس بتاعي كده عجينة.
لو ما عندكوش قطع دونس عادي جدا، ممكن فنجان او كوبايه كده، واجيب غطا كولا واخدها في النص كده، يعني عشان تبقى دايره معانا. يعني احنا مش هنغلب، هاخد باقي العجينه كده برضو هكمل بيها نفس الموضوع. برضو هفردها واقطعها برضو لحد ما تنتهي معانا العجينه. اكمل تقطيع. طبعا بغمز القطاعه في الدقيق علشان ما تلصقش معانا. باخد اللي في النص كده عشان تبقى دايره معانا. زي ما قلت لكم، مش عندكمش القطاعه، اي فنجان او كوبايه كده تكون واسعه كده شويه، واجيب غطا كولا واخدها في النص كده عشان تبقى ايه دايره معانا. احنا مش بنقف على حاجه. هكمل نفس العجينه لحد ما يعني انتهي منها خالص. طبعا برصها في الصواني مدهونه زيت وبتختمر معانا مره تانية. وكده الدونس بتاعنا اهو واختمر كمان، وانا مولعه الفرن على درجه 180 كده. حمر خد معايا 12 دقيقه بدون اي شوايه، دي تحفه فوق وتحت. بصوا كده المنظر رائع رائع رائع. بكمل باقي الصواني بتاعتي كده واخليها تبرد اهو. بصوا كده اللون فوق وتحت واحد، ما ولعتش الشوايه خالص، هو وحديه وما خدش وقت معانا كمان. هي من 10 ل 12 دقيقه. وده الدونس بتاعنا، الكميه بتاعتنا اللي طلعت كوبايتين دقيق. شوفوا عملوا ايه الكميه. تصوروش الدونس ده في المخابز غالي جدا. وهجيب صوص الشوكولاته. طبعا التزويق ده على حسب ما انتوا عاوزين، يعني بصوا اي صوصات عندكم زوقوا بيها. طبعا انا بصراحه ولادي ده طلبوا دونس، عنديش غير صوص الشوكولاته وصوص كراميل اكتفيت بيهم. طبعا لا، هو بيتذوق بجميع الصوصات. يعني ممكن صوص ابيض تعملي نص ونص الدونسية، ونص ابيض ونص شوكولاته بني، وفي شوكولاته فرنسيل الوان شوكولاته. يعني بصوا اي صوص فراوله، اي صوصات عندك تعملي بيها. بس انا بصراحه ما وقفتش وعملت باللي موجوده عندي. وطبعا الصوصات بره غالي جدا، فانا بعملها في البيت على ايدي. طبعا هعمل لكم فيديوهات الصوصات، صوص الكراميل وصوص الشوكولاته وصوص الفراوله بعمله في البيت برضو، لان الصوصات رفعت سعرها قوي في المولات وفي الهايبرات. عندي كده صوص كراميل كده شويه كانوا باقيين عندي كده في التلاجة، قلت يديهم طعم كده مختلف برضو. زي ما قلت لكم انا مش بقف على حاجه خالص. ولقيت برضو عندي حته شوكولاته كده خام، قلت ابشرها كده عليهم برضو تدينا كده منظر حلو كده وطعم حلو. طبعا احنا بنعمل صوصات في البيت اوفر يعني اوفر وارخص واقتصادي يعني عن اللي بنشتريه من بره. وجبت حته الشوكولاته بتاعتي كده وهبشرها كده عليهم.
بتدي كده منظر مختلف وطعم طبعا مختلف. والدونس بتاعنا خلص كده، وطبعا طلع رائع وجميل. وبنتهي الفيديو، اشوف كده اخر ان شاء الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.